جماعة، الفيديو ده حقيقي انا مصدومة. طالعة اتكلم عن موضوع جاب لي صدمة حقيقي، بجد مصدومة جدا من الخبر، مش مصدقة الخبر. اتمنى ان هو يطلع كذب. بجد ريم وبربري كانوا كابل بيرفكت كابل، يعني كانوا رول موديل كده لاي حد داخل in relationship او داخل على relation او داخل على جواز. كان يعني هما كانوا رول موديل حلو قوي. من يومين ظهر طبعا ان هما فيديو وطلعوا وقالوا ان هما انفصلوا بمنتهى الشياكة ومنتهى الرقي ومنتهى الاخلاق. وانا بسمع الفيديو جالي صدمة. انا طول الفيديو عاملة كده، يا جماعة حرفيا عاملة كده. يعني دول الامل الاخير، دول الامل ان العلاقات بتستمر، دول الامل ان مهما كانت العلاقة هتستمر وهيكمل وهيوصلوا وهيكبروا وهيستحملوا وبلا بلا بلا من كتير جدا. احنا كل يومين بقينا بنسمع عن طلقات وانفصال. كفايه ام خالد، يعني ام خالد هنعمل لها اكسكلود دلوقتي، واللي عاملاه هي وجوزها واللايف والحاجات اللي مش لطيفه دي خالص. لكن ريم وبربري يعني ازاي دي الحاجه اللي انا مش مصدقاها ولا مستوعباها لحد دلوقتي. اتفرجت على الفيديو كذا مرة. عايزة اقول لكم نظرات ريم وهي بتبص له كده، والله العظيم نظرات تقهر. انا زعلانة عليها، والله حاسة اكنها حد قريب مني جدا، زعلانة عليها جدا. البنت والله حاسة هتعيط في الفيديو، والله حسيتها هتعيط في الفيديو جدا. كل شوية تبص له كده وهي مقهورة مكسورة من جوا، كل شوية تبص له كده، شوية تعمل كده، كل شوية مقهورة بجد. البنت مقهورة قهرة فظيعة قوي. ربنا ما يكتبها على حد القهرة ونظرة القهرة اللي انا شفتها في عين ريم. صعب جدا يا جماعة. الطلاق بقى سهل قوي، وهدم العلاقات بقى سهل قوي، و... والبيع بقى سهل قوي. الله اعلم بظروفهم ايه، الله اعلم ايه اللي وصلهم للمرحلة دي بعد ما كانوا في احلى حاجة والناس كلها يعني بتشيد بعلاقتهم وكل حاجة. الله اعلم ايه اللي وصلهم لكده، بس حاجة تحزن يعني، حزينة جدا. مش عارفة اطلع يعني، والله العظيم انا متضايقة اكتر منهم. طبعا بهزر، بس متضايقة كتير. ليه في الاخر بعد ما كانوا بيست كابل يبقوا كده؟ ليه؟ مش عارفة اقول لهم ايه. بس يا جماعة، يعني الواحد بيقول اختار الشريك واصبر عشان تلاقي الشريك الصح اللي يكمل معاك وتكبروا مع بعض وتبقوا مع بعض وتبقى. طب دلوقتي نعمل ايه؟ يعني الواحد بقى في ايرور، يستنى ولا ياخد اي حاجة ويجرب ولا ايه بالظبط؟ المسألة كلها ما عادش واضحة خالص، وما عادش لها قواعد ثابتة نمشي عليها، ولا عاد في رولز. هي حرفيا خلاص الجواز بطيخة، هتطلع قرع في زمن ده. خلاص يعني لو كملتي 8 7 سنين كده يبقى انت عملتي انجاز وما تطلطيش. دلوقتي بقت اكتر من الجواز، يعني المأذون بيطلق اكتر ما هو بيكتب عقود جواز. فان انت تعملي ده انجاز. فخلاص يعني اختيار شريك الحياة والاختيار المثالي والكلام ده كله، لا يا جماعة ده بلح خلاص. يعني طب ما هو كله في الاخر بيوصل للطلاق. حتى ام خالد اللي كانت عامله فيها محمد وسي السيد والكلام ده كله في الاخر برضو وصلت للطلاق. فتقريبا الجواز ده ملوش مدرسه، بس مدرسته ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلما المودة والرحمة بتتشال من الجواز ايا كانت القانون ده بيتلعب فيه بيتأثر فيه، النتيجة بتاعته الخراب. فاحنا ما عادش عندنا مودة ورحمة يا جماعة، ما عادش عندنا الرحمة اللي ربنا قال عليها والمودة، وما عادش عندنا الراجل يبقى هو الراجل والست تبقى هي الست. الراجل عارف دوره ايه ومهامه ايه ومفروض يعمل ايه، والست برضو دورها ايه وعليها ايه. لا، الادوار اتعكست
والايات كلها اتعكست. فطبيعي اللي احنا وصلناه ده امر طبيعي جدا جدا. اتفضلوا يا جماعه معايا كوبايه شاي. ف خلاص الجواز ما عادش ليه حسبه، الجواز ما عادش ليه حسبه، وما عادش ليه مدرسه، وما عادش ليه احنا ونوصل للخلطه السحريه. لا لا لا، هي هتبقى اجتهادات ان انت يعني تطولي في عمر الجوازه شويه، بدل ما تقعدي 5 6 7 سنين تحاولي تطوليها شويه. لكن دي كانت محصله at the end يعني هيبقى في ايه؟ طلاق. والله يعني كمية مفيش حاجة بتكمل. فنانين يتطلقوا، انفلونسر يتطلقوا، الحياة العادية والله، الناس العاديين كل يومين دي اتطلقت دي اتطلقت. ايه يا جماعة، ايه يا جماعة. واكبر صدمة بالنسبة لي حقيقي ريمو بربري. انا بالنسبة لي بربري كان عادي، ما صعبش عليا، عادي، كان بيتكلم بمنتهى القوة ومنتهى الثقة، يمكن عشان هو الراجل. لكن ريم ونظرات ريم، حتى ريم لما جت تتكلم زي بربري حاولت تتماسك، بس للأسف كانت صوتها فيه حشرجة كده، في قهرة كده، في حسرة كده، في زعل كده، في حزن كده، في وجع كده. والله هحط لكم السكرينات بتاعت صورها من الفيديو، يعني اول الفيديو موجود على الاكونتس بتاعتهم. ولحظة الانفصال، تخيل لما تكون 2 في 1 يرجعوا ينفصلوا، يبقى ده لوحده وده لوحده. هما طلعوا حاجة واحدة، براند واحد، ريم وبربري. دلوقتي ريم بقت لوحدها وبربري بقى لوحده. هما اشتهروا عشان هما كانوا حاجة واحدة، دلوقتي خلاص. فدي حاجات كتير وذكريات كتير توجع، شريط حياتك كله بيعدي قدامك، فبتتحسري على كل حاجة راحت في ساعة، في لحظة في لحظة. مش عايزة اطول عليكم في الفيديو، كان نفسي اطلع اقول لكم اختاروا شريك الحياة وركزوا في اختيار شريك الحياة. لا، اعملوا اقصى جهودكم ان انتوا تلاقوا شريك حياة صح، اقصى جهودكم ان انتوا تلاقوا شريك حياة صح. واتمنى يبقى فيه فرصة ان ريم وبربري يرجعوا تاني لبعض ويكملوا حياتهم مع بعض، والقبل العظيم ده يفضل مكمل ويمتعونا بالفيديوهات بتاعتهم، ويدونا يعني ايه بسمة امل او لمحة امل، نلاقي يعني كابل بيرفكت نكمل معاه حياتنا، ويبقى فعلا خير سند وخير داعم. بس كده، دي كانت تعليقي على قصة انفصال ريم وبربري. طبعا صدمة كبيرة. هستنى تقولوا لي رأيكم في الكومنتس، انتوا ايه رأيكم؟ هل ممكن يكونوا فعلا بيهزروا زي ما ناس كتير بيقول ان دي ترند وكده؟ بس ما اعتقدش ان هم محتاجين يعملوا كده، وما اعتقدش ان هم محتاجين يبقوا ترند. فالله اعلى واعلم، كل حاجة بتبان. بس نظرة ريم ونظرة القهرة اللي كانت ريم بتبصها كل شوية البربري، ونظرة الحزن ونظرة الحسرة والكسرة والخذلان، الخذلان اللي كان في عينيها، لا تدل انه تمثيل ابدا ابدا ابدا، والله ابدا. فالله اعلى واعلم بيهم، وربنا يصلح الحال، ولو في خير ربنا ييسره لهم، ولو ده الخير ليهم ان هم يكونوا بعيد عن بعض، ربنا يقويهم على القرار ده، ويلهمهم الصبر والقوة ان هم يقدروا يكملوا ويستمروا من غير بعض. دي حاجة صعبة، يعني تخيل انت تبقى ماشي مع حد سند وظهر، تخيل انت ماشي بعكاز فجأة العكاز ده راح منك، وجع، ألم، عصرة، خوف، ترقب، وقوع في المجهول، حاجات كتيرة جدا، مشاعر ملخبطة كتير جدا. لا لا لا، موقف يعني صعب جدا. ربنا ما يجعل حد يقع في الموقف ده، وخصوصا مع حد كان بيحبه قوي ومتعلق بيه قوي. موقف صعب صعب. ربنا يقوي ريم، وخصوصا احنا الفيميلز يعني عاطفيين بزيادة، وقلبنا ومشاعرنا بتأثر فينا جامد جدا، وبناخد كل حاجة هنا. ممكن الرجالة يعني عقلانيين اكتر مننا، فربنا يقويها ويرزقها الخير كله، ويكتب لها كل حاجة حلوة نفسها فيها هي وبربري ان شاء الله. ولو في خير ان هم يرجعوا، ييسر لهم الرجوع لبعض قريبا. بس كده، دي كانت حكاية النهاردة. اشوفكم ان شاء الله في حكاية جديدة وقصة جديدة مع رن المصري. باي باي.